التجربة يلي الدولة اللبنانية عم بتفكر فيها حان الوقت تبطل تضيع وقتها وتبطل تسمع لسفراء ولحكومات ما بتريد الا انه تركع لبنان لتخلص من لبنان وتحل ازمة الشرق الاوسط على حساب لبنان. حرية شغلتنا هالسفرات هيدي ما بيناسبها انه لبنان يكون قوي، ما بيناسبها انه يكون في جماعة بعد بلبنان رافضين يركعوا. هالسفرات ما بيناسبها يكون في مقاومة بلبنان عم تمنع كل الحلول يلي على حساب لبنان انه تنعمل. نهار يلي السوري ما قدر يعمل شغله وقلناها عدة مرات وبنرجع نقولها وبنتأمل انه ننفهم. يلي السوري ما نجح يعمله بيونيفورم سوري، اياه حدا بغير يونيفورم يجرب يعمله وإن كان يونيفورم لبناني. اليوم يلي مطلوب من الشعب اللبناني صمود وتنظيم، احترام لقوانين، اخلاق، لما ناكل بعض، لما نقوش على بعضنا، لما نتخانق مع بعضنا. مطلوب من الشعب اللبناني، والشعب اللبناني اليوم الحر هو نحن، مش الفريق الاخر يلي واقع تحت الائتلاف وتحت الاحتلال. نرجع نطرح كل أزمة لبنان ونسأل الدولة اللبنانية شو عم تعمل لجنوب. وقت يلي بنسأل الدولة اللبنانية شو عم تعمل لجنوب بذات الوقت معناتها عم نسأل الدولة اللبنانية شو عم تعمل للبنان. صبوا فوقك النار وجبالك خضرا تعلى وجبينك صامت في وش بوارد الدنيا كلها. صبوا فوقك النار وجبالك خضرا. كلنا سوا عارفين تماما انه دقيقة يلي بنفترق عن بعضنا شعرة القضية تبعنا بتكون راحت كلها سوا. بالنسبة لنا كمقاومة لبنانية كان أهم حدث من يوم انتهت حرب الصمود تبعنا بصيف 78 وقت يلي الجيش السوري ما تمكن يدخل على عين الرماني وعلى الأشرفية وعلى الحدث وعلى المناطق يلي كان عم بيحاول يدخلها. من يوم ما القوات اللبنانية والمقاومة اللبنانية حققت ربح وانتصار بحرب المقاومة ضد الاحتلال السوري، أهم حدث تبين لنا من صيف 78 لليوم هي النتيجة يلي شفناها بعيون الشمال والنتيجة يلي شفناها بمرفق بيروت. نهار يلي اجا حكم جديد على هالبلد وهالحكم اخذ رهان انه لبنان بده يرجع يعيش براسين وبده يرجع يعيش مع 600,000 لاجئ على ارضه وبدنا نعطيهم حقوق لانه حرام ما بيعرفوا وين بدهم يروحوا ونحن مجبورين فيهم. وقت يلي اجا حكم واعتبر انه الاحتلال السوري هو وجود اخوي على ارضنا، هالحكم هيدا اخذ رهان انه لبنان ممكن يرجع يعيش اعوج مثل ما عاشوا من 43 لليوم.